السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. وهنقول المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 بصلات مقطعين تقطيع رفيع كده خالص صغير، وعندي قرنين فلفل، واحد أحمر وواحد أخضر مقطع رفيع اللي بيحب الحاجة الحراقة، ونص كيلو من اللحمة المفرومة، وعندي بهارات حواوشي وفلفل أسمر وملح، وعندي موتزاريلا. عندك تجيبي موتزاريلا، عندك ما عندكيش الوصفه مش هتقف، هتبقى حلوه ان شاء الله باذن الله. ونسمي ونصلي ونبدا ان شاء الله. هنحط ال3 بصلات. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. والفلفل الاسمر. ولازم ادعك البصله بالملح كده، بتديها تطعيمه جميله قوي 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 قوي. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما ادعكها كده احط النص كيلو اللحمه المفرومه، واحط البهارات. مش هحط الفلفل. ليه مش هحط بقى الفلفل؟ عشان ما يتهريش معايا، عشان ده عايزاه يبقى كده يعني صاحي كده، مش ما يبقاش مهري. وادخل البصل في اللحمه المفرومه كده كده. بسم الله الرحمن. هتديكي كميه حلوه قوي قوي، هتعملك بتاع 12 او 14 رغيف ان شاء الله. نص كيلو ده يعني هتاكلي وهتتبسطي انت واولادك ان شاء الله. اهم حاجه تدخلي ويكون اللحمه فيها نسبه من الدهون عشان تديكي تطعيمه حلوه، ما تكونش حمرا بس، لا، فيها نسبه من الدهون. حتى لو يعني اقول لك 100 جرام حتى كده اهو. وده ندعك قوي قوي كده. ندخل البصل في اللحمه، وبعد كده هنبدا نحط بقى. مش هحط الموتزاريلا على الوش ليه؟ في العيش لسبب، لو انا حطيته في العيش هتحرق من فوق، لكن انا هدخلها بسم الله الرحمن الرحيم جوه اللحمه. منها هتكتر لي الرغيف، ومنها اللهم صل على كامل النور تموتي معايا اهي. وادخل دي في دي. ودلوقتي بعد ما دخلت الموتزاريلا واللحمه والبصل والبهارات وكله، هبدا احط انا ايه بقى؟ قرنين الفلفل اللي انا قلت لكم عليهم، الاحمر والاصفر. قرن احمر وقرن اخضر اهو. واقلبه بس كده، ما ادعكوش فيها اهو. اقلب فيها منها يبقى كان شكله حلو، والطعم كمان هيمط معايا. واكون جايبه عيش بقى نص سوا ان شاء الله، يكون ايه كده يعني صابح شويه اهو. وهبدا احشي الحواوشي ان شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا افرد بايدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ملناش الرغيف قوي يعني. بصي المفروض اهو من العيال تشبع، ومنهم ايه تعملوا من اللي هم نفسهم فيه. ما تقوليش لا. عندك موتزاريلا، عندك ما عندكيش خلاص مش هتفرق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط كده في الرغيف وابدا افرد بايدي كده اهو. في تسويتين بقى للحواوشي ده. هحط صينيه بتاعت الفرن، واحط فيها ايه؟ العيش، واحط حبه زيت، حبه زيت. وفي واحده هعملها على الطاسه، على الصينيه. هحط الطاسه على البوتاجاز من فوق، واسوي كذا رغيف عليها، واحط في الفرن. الفرن ما يكونش الشوايه مفتوحه. بصوا كده الرغيف ما شاء الله اهو، مفروض ومليان اهو 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 اهو. خلاص هحشي بقى معايا ابتدى العيش والحواوشي ان شاء الله، وهرص في الصينيه، وهعمل في الطاسه على النار، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. بعد ما عبيت الحواوشي زي ما انتم شايفين كده اهو مليان اهو، حطيته في صينيه، حبه زيت في الصينيه، ورصيته في الصينيه كده. ده هيتسوى في الفرن على الشبكه اللي بعد الصاجه. اوعوا تفتحوا الشوايه، لانك لو فتحت الشوايه العيش هينشف، مش هتعرفي تاكلي حواوشي، هيبقى ناشف معاكي. افتحي بس الفرن وحطيه، واول ما يتحمر من تحت هتقلبي الناحيه التانيه. ودي تسويه اللي في الفرن على 180. هنا هنحط طاسه على النار، وهنحط حبه زيت، وهنبدا نحط الرغيف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول رغيف معانا ان شاء الله نحطه كده اهو. وده هدخله الفرن وارجع لكم تاني ان شاء الله. ودلوقتي اللهم صل على كامل النور، عملنا الحواوشي في الصينيه دي. حطينا حبه زيت
ورصيت الحواوشي. بص طري ازاي، بص ما شاء الله. انا هفرجكم على حاجه بس، بص اللهم صل على النبي، بص عامل ازاي ما شاء الله. دي تسويه الفرن من غير شوايه، من تحت بس. ده تسويه الطاسه، حطينا برضك نقعه زيت في الطاسه اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعايا بقى تجيبوا انتوا بقى تعملوا شيبسي في البيت والكاتشب، واكله هنيه باذن الله ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو فعلوا لي الجرس والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثواني كده اوريكم بس حاجه. بسم الله.